منيو أكلات الأسبوع عملي، مفيش حيرة بعد كده. 7 أكلات ل7 أيام. خدي الفكرة اللي تعجبك. بس يلا بينا نبدأ الفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو، أنا دعاء ودي قناتي. لو أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تدوسي لايك وتشتركي في القناة وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديوهاتي. يلا بينا يا ست الكل نشوف أول أكلة معانا النهاردة، وهي إيه؟ الفاصوليا الخضراء. الفاصوليا الخضراء يا بنات دلوقتي مالية السوق والموسم بتاعها، ولذيذه وحلوه، وعملتها بطريقه حلوه قوي. ادخلي على القناه هتلاقي الطريقه حلوه وسهله وسريعه. كمان عملت معاها دبابيس الفراخ ورز بالشعريه، وكان عندي على طول بيبقى عندي ملوخيه على طول في الفريزر، اطلع منها واعملها على طول، وطماطم مخلله. لزوم الاكله الحلوه دي استغلي الاكلات اللي هي الموسم بتاعها واعملي لهم احلى الاكلات في البيت. يلا بينا نروح على الاكله التانية اللي بعد كده، وهي أكلة اقتصادية. الكوسة باللحمة المفرومة. تقدري بمعلقتين 3 تعملي لهم أحلى كوسة باللحمة المفرومة. أكلة اقتصادية وموفرة، وكمان الكوسة مالية السوق. وكمان عملت معاها رز بشعرية، تقدري تعملي معاها رز أبيض، تقدري تعملي معاها رز حبة وحبة، براحتك خالص. الحاجة اللي انت تحبيها انت وأولادك اعمليها. وعملت لهم كده طبقين طماطم مخللة، وقعدنا كلنا لما قلنا يا بس. تقدري اللحمه المفرومه بتعملي منها اكلات اقتصاديه كتير قوي. دي كانت تاني اكله. يا ريت يا بنات لو اي اكله من دول استفدتي منها ما تبخليش عليا باللايك. يلا بينا نروح على تالت اكله. وزي ما قلتلك انا الملوخيه عندي على طول في البيت في الفريزر ما بتتقطعش ابدا. كمان كنت جايبه كيس شوربه خضار من بسمه، كان حلو قوي. بس اللي زودته عليها بطاطس، وزودت كمان عليها فاصوليا، لان البطاطس اللي فيها بتبقى صغيره وقليله، وساعات كمان ما بيبقاش يعني فيها فاصوليا خضراء. فانا طلعت بقى من عندي كده بطاطستين 3 قطعتهم على حبه فاصوليا متفرزين، وعملت معاها كمان اوراق الفراخ. اللي عايز ياكل مسلوق براحته، واللي عايز ياكل محمر كمان براحته. طبقين الملوخيه اللي بقولك عليهم اللي على طول عندي في الفريزر، والطماطم المخلله والرز بالشعريه. انا عندي اكتر الاكلات بيحبوها بالرز بالشعريه، فبعمل لهم اللي يحبوها. يلا بينا نروح على الاكله اللي بعد كده، وهي اكله برضو تعتبر اقتصاديه. المكرونه القمر بتاعتنا. تقدري من نص كيلو مكرونه تعملي اكله تكفي 5 افراد. ايوه يا بنات انا بعمل نص كيلو مكرونه او اقل كمان بتكفي 5 افراد. بطاطس محمره كده، حتى لو بطاطستين 3، والبرجر بتاعنا. وكان كمان عندي زيتون في التلاجة ما اشتريتوش مخصوص، كان عندي ساعتها، وبيبس معاها. وكانت اكله حلوه. المكرونه من الاكلات اللي كل الاطفال بتحبها، وانا عشان هم بيحبوا اكتر حاجه الاسباجيتي يعني بعملها لهم على طول. يعني ما بيحبوها بعملها لهم، بس بعمل ساعات صغيره او اي نوع تاني. يلا بينا نروح على الاكله اللي بعد كده، وهي البطاطس. صينيه بطاطس بس بالشوربه مش بالطماطم يا بنات. طعمها احلى واخف كمان على المعده، وتحس انها متغيره عن الطبيخ، يعني متغيره عن التسبيكه بتاعه الطبيخ. ساعات بعملها بالطماطم وساعات بعملها بالشوربه، بس بالشوربه بتبقى اخف. ودبابيس الفراخ بتاعتنا برضو اقتصادية. بدل ما تجيبي الفرخة كاملة او اوراق الفراخ، بحاول على قد ما اقدر ان انا استغل برضو الدبابيس. معاكي في الميزانية هاتي، معكيش خلاص قضيها كده، قضيها معاها اجنحة. الرز مع الطماطم المخللة بس كده، واكلة حلوة. بصي ربنا معانا. عملت الرز بالشعرية وطماطم المخللة، وقعدنا كلنا بجد حلوة جدا. الاكلة اللي جاية معايا برضو اكلة اقتصادية، باقل من ربع كيلو لحمة مفرومة. بجد 8 كيلو لحمة مفرومة بس. عصجي اللحمة بتاعتك، زودي البصل، زودي الفلفل، وابتدي بقى هاتي البطاطس الصغيرة دي. كان يعني صغننة دلوقتي بقت ب3 جنيه وب4 جنيه. انا كنت جايباها ساعتها ب4 جنيه، كنت جايبة كيلو وربع ب5 جنيه، انا فاكرة كويس قوي. وحشيتها بقى لحمة مفرومة متعصجة وجميلة. والله باقل من ربع كيلو، ب8 كيلو لحمه مفرومه. عملت لهم الاكله تكفي من 5 ل6 افراد. الصينيه كانت ما شاء الله عليها. وكمان عملت معاها رز بالشعريه والطماطم المخلله، لما بيطلبوها بعملها لهم على طول. جينا بقى لاخر اكله معانا واخر الاسبوع، حبيت اروق عليهم كده. جبت لهم كشري من بره، وكمان اللي في النص ده العيش اللي بيجي مع الكشري، بس هم ايه حاطينه في اكياس كده. وظبطتهم بقى، كانت الصلصه بتاعتها والشطه والدقه والبيبسي. وظبطنا اليوم ده. مش شرط يعني اليوم الاسبوع كله، يعني يوم من الاسبوع كده نروق عليهم، او يوم في الشهر حسب ميزانيه بيتك. اهم حاجه تطلعي الصدقه 7 اكلات ل7
ايام. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكوني استفدتي ولو بفكره واحده بس ما تنسينيش في اللايك والاشتراك، واسيبكم في حفظ الله، وباي باي.